السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طب بقى نشوف هنعمل ايه النهارده وفيديو جديد، وعايزه اقول لكم والله أنا خلصانه النهارده. تعالوا بس نبدأ كده ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناه. بصوا، اول حاجه كده زي ما احنا شايفين هعمل خلطه للفراخ. انا طبعا كنت غاسله الفراخ ونقعيها ومظبطه الدنيا. كانت ماما عندي، وكمان دعاء ومرات اخويا والولاد. يعني بصوا يوم عالمي. اه والله يوم عالمي، بس يعني يوم حلو الحمد لله. ربنا يديمهم نعمة في حياتي يا رب العالمين. ماما قالت لي ان هاجي اقعد معاكي شويه. انا كنت بقول لها يا ماما بقالي كتير ما شفتكيش، بقالي تقريبا من اسبوع من يوم الفرح. فقالت لي خلاص انا هاجي اقعد معاكي كده كام يوم. ودعاء طبعا هتيجي تجيبني، لان طبعا ماما ما بتقدرش تيجي لوحدها، يعني لازم انا اروح اجيبها. آه دعاء بقى تجيبها، حد من اخواتي الولاد يجيبها. المهم ان هي ما بتقدرش تمشي لوحدها، انتوا عارفين ان هي يعني ايه، تعبانه وكده، فما بنقدرش نسيبها لوحدها. فقالت لي خلاص هخلي دعاء تجيبني ونيجي نقضي معاكي اليوم، وهم ايه يسيبوني. فلقيت وكمان يعني ولاد اخواتي اللي هو ولاد محمد اخويا عمته وحشتيني. قلت له طب قول للبابا بقى وتعالى عشان انتوا كمان وحشتوني. فلقيتهم كمان جايين مع ماما. بجد كان يوم حلو جدا، وبتبسط قوي لما بيكونوا الولاد كمان معاهم. يعني ربنا يا رب يخليهم لينا ولباباهم ومامتهم، ويا رب يطرح فيهم البركة يا رب العالمين، هم ولادنا جميعا. فقلت بقى نجهز غدا على السريع كده، اللي هو ايه، اصلا انا كنت ما نمتش. نزلت السوق بدري جدا جدا، كانت الساعة 7 الصبح. هتقولي لي ايه ده 7 الصبح؟ اقول لكم اه يا جماعة والله نزلت السوق 7 الصبح. طب ليه؟ عشان اصلا كنتش نمت. واللي هو ايه، السوق اصلا يوم الاحد انتوا عارفين السوق بيبقى موجود في المكان اللي انا فيه. فنزلت قلت اجيب الحاجات اللي انا عايزاها بدري بدري كده، وبعدين ارجع ممكن انام لي ساعتين ولا حاجة. المهم تعالوا بقى نشوف تتبيلة الفراخ اللي احنا عملناها من غير ما نقول ايه هي كده. اول حاجة في الكبة بصل وطماطم وفلفل الوان وفلفل اخضر وجزراية وكام فص من الثوم، فرمتهم كويس جدا. بعدين بقى نحط التوابل بتاعتنا. حطيت فلفل اسود وبابريكا جنزبيل وقرفة وليمون وخل ومعلقة دبس رمان وشوية من الزيت وبهارات فراخ، بس كده. هو دي التتبيلة بتاعتنا النهاردة. كان في دبانة رخمة قوي مضايقاني لما الولاد طبعا بيفتحوا الباب كتير. لما بيكون في ولاد كتير، يعني مش ولادي بس، بيبقى معاهم حد، مش بقدر اسيطر بصراحة. عايزة اقول لكم بيفضلوا طالعين نازلين، فما بقدرش اسيطر على قفلة الباب طول اليوم كده زي ما بيكون الولاد لوحدهم. فزي ما انتم شايفين الشقة بيدخلها بقى دبان اعزكم الله وكده، فموضوع كبير، الموضوع كبير خالص. فهنا جبت الفراخ بعد ما شطفتها من مية النقع. هبدأ بس ايه اشرحها كده بالسكينة، لاني اصلا ما سبتهاش وقت طويل في التتبيلة، لو انا هتبلها واعملها على طول. تمام كده. فحاول بقى ادخل التتبيلة في كل مكان كده في الفرخة، عشان يبقى اللحم نفسه متطعم من التتبيلة. نقول التتبيلة تاني واحنا شغالين كده. حطيت ايه؟ حطيت بصل وجزر وتوم وطماطم وفلفل، ممكن فلفل اخضر، بس انا حطيت فلفل الوان وفلفل اخضر. تمام كده. حطيت خل وليمون وزيت، معلقه دبس رمان وبهارات فراخ وفلفل اسود، اللهم صل على سيدنا محمد، وقرفه وجنزبيل وبابريكا. دي التوابل اللي انا حطيتها هنا. بس هنحط كام شريحه كده من الطماطم، الفلفل، ودي اختياري، يعني مش عايزه تحطيهم برضو مفيش مشكله، هو كده كده موجود فيه كل حاجه. بس الفلفل ده لما بيتشوى كده مع الطماطم والحاجات الحلوه دي بجد بيبقى طعمه لذيذ جدا. هحط كام شريحه ليمون، وبرضو دي اختياري. عايزه اقول لكم بقى لما نزلت الصبح ايه، نزلت السوق بقى، جبت كل الخضار والحاجات اللي كانت ناقصاني، عملت فيها ست الشملوله بقى. عارفين انتوا اللي هو ايه، الساعه 7:30 دي كنت مخلصه. ان انا جبت الخضار والحاجات اللي انا عايزاها. لا ايه الشطره دي؟ لا والله شاطره. ف الشغلانه البدريه منسيه صحيح، زي ما بيقولوا المثل ده ما كدبش. هنا بقى هعمل ايه؟ قعدت افكر ان انا اعمل نوع خضار، بس مش عارفه اعمل ايه. فقلت يعني نعمل كده شويه فاصوليا.
زي ما انتم شايفين حطيت الفاصوليا تتسلق على النار، انا نقعتها شويه الاول في الميه وبعد كده حطيتها على النار زي ما انتم شايفين علشان تتسلق. طيب هعمل لها بقى الصلصه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، اللي هو ايه بصل وثوم ومعلقه سمنه، وهنحمرهم او نديهم لون ذهبي حلو كده. قلب قلب لحد ما تاخد اللون الاصفر الحلو كده. بصلة بتاعه التسبيكه يستحسن ما تغمقش قوي عشان ما تغمقلكيش الصلصه. تمام. هصفي بقى عليهم الطماطم، مش عامله كميه كبيره يعني، اللي هو عامله ايه بصوا اقل من ربع كيلو فاصوليا، اقل فعلا، لان اصلا كنت واخده منهم قبل كده وهم كانوا ربع كيلو، فشويه صغيرين يعني، فعشان كده ما كترتش طماطم. جيت بقى هنا حطيت اللبن وهحط عليه ملح علشان نعمل رز معمر. طبعا الرز المعمر لا يقاوم، اللي هو كله بيحبه، مفيش حد بيختلف عليه. ممكن احيانا لما اعمل رز اصفر تلاقي في ناس بتحبه وفي ناس لا. منهم دعاء اختي مش بتحب الرز البسمتي الاصفر ده خالص، يعني ما بتعرفش تاكله، فعشان كده ما برضاش اغلب الوقت لما بتكون عندي ما برضاش اعمله. فهنا قلت هي بتحب الرز المعمر وكمان مرات اخويا بتحبه، فخلاص مشيها رز معمر. حطيت عليه طبعا اللبن والملح زي ما شفتوا. طبعا ايه المكيال بتاعه، مقدار الرز قده لبن على ميه. طب انا بحط قد ايه؟ تلتين لبن وتلت ميه. تمام. طب ليه بتحطي ميه؟ والله بتخلي طعم الرز احلى واطرى. الرز اللي بيكون باللبن بس بيبقى ناشف شويه، ودي عن تجربه يعني، خدوا مني وما ترجعوش ورايا. حلوه دي. بصوا بقى هنا بقى الصلصه عندي اتسبكت، حطيت فلفل اسود وحطيت رشه كمون. في ناس مش بتحب تحط على الفاصوليا كمون، بس انا من الناس اللي بحب احط عليها كمون. طب ليه؟ علشان الفاصوليا دي اصلا من الحاجات اللي هي البقوليات اللي فيها غازات وحاجات من دي، فالكمون بيهدي الدنيا شويه معاها. فهمتوا قصدي؟ انا كل شويه فهمتوا قصدي. في ناس بتزعل، فانا اعذروني، ممكن تكون بس ايه لازقه في لساني شويه. يلا حطوا اللايك علشان اجمل صينيه رز معمر كده طالعه سخنه مولعه. هنا بعد ما الرز اتشرب طبعا الاول بحطه على نار عاليه. بعد كده لما بيتشرب بحط عليه السمنه بتاعته، وبعدين بهدي عليه النار 10 دقايق كده بيستوي. تمام كده تمام، والدنيا كده زي الفل معانا. طيب ليه مش بتحطي الرز عليه السمنه من الاول؟ عايزه اقول لكم انا جربت برضو كده وجربت كده، انا من الناس اللي بحب اجرب كل حاجه، بس يعني ايه في الاخر برجع للطريقه. مش هقول اللي انا متعوده عليها لا، احسن يعني لو انا جربت حاجه جديده ولقيتها احسن فاوكي تمام مفيش مشكله بمشي عليها. بس ليه اما جربت حطيت عليه السمنه او الزبده من الاول، بيعمل الطبقه ما بيتنفخش كده زي ما انتم شايفين، تبقى الطبقه بتاعته خفيفه، تحس ان الطبقه بتاعته سميكه شويه. تمام. خلاص الرز بتاعنا استوى كده، فعلشان كده بفضل اسقيه، وطعم السمنه بيكون فيه احلى واحلى لما بتسيبيه كده، اللي هو يشرب من السمنه بعد ما يستوي باللبن، بيبقى طعمه احلى بكتير على فكره. هنا كنت جايبه بطاطا، فبقطع بقى الحتت اللي فيها اللي من فوق دي، علشان قلت بقى بما ان الفرن سخن نشويها كده في الفرن على طول. نسيبها بقى تعيش حياتها في الفرن كده، نهدي عليها الفرن ونسيبها تعيش حياتها. بصوا البطاطا دي اصلا كانت مغسوله يا جماعه، يعني احنا قبل ما بنشويها او بنسلقها او بنعمل فيها حاجه الاول بنقعها في ميه شويه حلوين كده عشان تنزل اي طينه فيها او اي حاجه فيها، وبعدين بغسلها مره واتنين وتلاته لحد ما تبقى زي الفل. هنا الفراخ كنت مسويها في الفرن اللي تحت، بس بصراحه اخدتها ايه، بما ان الفرن هنا سخن وكده قلت اديها وش كده على السريع، اللي هو اديها تحميره كده تحت الشوايه دي بتبقى احلى واطعم. بدهنها كده من اللي نزل منها. ازيك يا دعاء عامله ايه؟ بدي اسالك سؤال. قولي يا حبيبتي. قالوا لي دعاء وجوزها ما حضروش فرح احمر ليه؟ ليه يا جماعه؟ ما احنا حضرنا والله، انا كنت لابسه والله عبايه كانت معزومه مش في اسود، ويعني كنت برقص مع رحمه اول ما كمان. رحمه دخلت. قوي برقص مع ما كنتوش عارفيني ولا ايه؟ سيرتوني. بصوا يا جماعه دعاء تخصص ملوخيه. هم عارفين على فكره، ما قايله لهم قبل كده الموضوع ده. ايوه على طول انا اللي عارفه. دعاء دايما بتيجي تقول لي الملوخيه، عارفه هي اللي بتيجي. انا بحب الملوخيه والسلطه والبطاطا. هو ما ادينا فيها الا البطاطا. باينه عليكي.
دي احسن حاجه ليا. هي لسه عشان لسه اول حاجه تطلع يعني. رحت اجيب قرعيه عسل، عارفه قرع العسل؟ قرع العسل استني بس، ما هو انا بصراحه حسيت استغلال فعشان كده ما رضيتش اجيب. انت مش حد يستغل. والله انا بصي انا ادفع الحاجه بمزاج بس ما احبش حد يستغلني. يعني قرعه العسل كده بتقولي ب 70 جنيه ليه يعني؟ ليه ده انا لسه هحط لها دقيق وسمنه ولبن. ومكسرات ولبن ودنيا، فيعني دي ليه ب 70 جنيه؟ انا اصلا كنت بجيبها ب 15 جنيه والله العظيم ده بجد. عند بياع ولا عند ايوه يعني الناس زارعين؟ لا في السوق مش بياع عادي، دول زارعين فلاحين يعني هم. كمان 70 جنيه؟ والله العظيم قالت لي ب 70 لا جنيه. حرام والله. اللي هو اصلا مش هينفع ان انا اقول لها مثلا اقل من، يعني قالت لي ايه؟ قولي لها مثلا 50 ده انت كده بلاها احنا نجيب بطاطا وبرضه نعملها بالقرع العسل زي القرع زي القرع. جميله. بس بصراحه احنا كلنا بنحبها مشويه. بس يا دليده خدي يا دليده تعالي تعالي فوق. عماله حاضر يا عمته، حاضر يا عمته، حاضر يا عماله عم تعالي. انت عامله كده عامله دوشه ليه؟ مش انا قلت لك. ها؟ عايز تاكلي؟ ماشي؟ ماشي. ميليس طب روحي العبي من السوق. انا بقول لها عايزه تاكلي ايه ده؟ ليه ده اعمل لك كوكو؟ قلت لي اه. انا عارفه هي بتحب الكوكو ما بتحبش اللحمه. في حد ما يحبش على اللحمه؟ اللحمه. في حد ما يحبش اللحمه؟ لا ولا السمك ولا اللحمه؟ انا نفسي عشان اعرف كده انت لما عايشه بعرف ازاي. ان انت جايه وفي دماغي اي حاجه فيها لحمه بلغيها. بلغيها. اه والله. خلاص احنا مش هنجيبها اليوم ده. انت عايزه لحمه؟ انا مش عارفه ده اعملها النهارده امال اللحمه. اه دول اللحمه كنت اهي. بقول له رحمه. دول اللحمه احنا جايين يوم عيد ميلادك واعمل لنا لحمه. والله مش عايزين تورته، احنا عايزين لحمه ونطري. يا صاحبي غلط. اعمل لنا لحمه. لحمه يا بنت البنت عروسه حرام عليك. بهزر معاه. طب ليش تاخد الكلام جد وتروح تجيب لك لا ده لحمه؟ لحمه. شوف مش بتاخد لحمه بجد. عارفه والله. يا رب رب يسعدها ويهنيها ويديها عارفين بقى الخلف شهد الصبر. اللي نفسيتها تعبانه وعيان وعيان سبب ان رحمه اتجوزت وسابتها. وكل ما تفتكر بقى رحمه معناها رحمه مش قاعده معايا على طول، هي قاعده عند امها يعني، بس من يوم الفرح وشهد بتعيط. هي تعبانه عشان كده. والله ممكن نفسيتها تكون تعبانه، فهي النهارده عندها سخونيه. النهارده كانت بتقول لي خالتي دعاء جايه. امبارح بتقول لي ايه يا خالته دعاء جايه مع تيتا؟ قلت لها اه خالته دعاء جايه مع تيتا. انتوا سامعيني اصلا ولا مش سامعيني؟ وبعدين قلت لها اه، قالت لي هتيجي من غير رحمه؟ قلت لها في يا بنتي يا رحمه هجرت، ما يا رحمه انا حاسه بفراغ والله، حاسه بفراغ جامد في البيت من غير. في بيتك انت. ايوه. طب هنا كنا بنحس بيها؟ لا قاعده ماسكه التليفون وعماله على جنب. فاتحه نت. ما هي كانت تيجي تحتل النت، بصراحه ارتحت النت. هو ده الوحيد، الحاجه الوحيده. الحاجه الوحيده اللي شفعت لك ان انت اتجوزتي. افتحي بيتك كنت مخلصه لي النت. كفايه عليا شهر مش لاقي حد يساعدها في النت، عشان كده حزينه. اصل هي ايه، كانوا بيرموا الموضوع على بعض. اجي لما كانت تبقى رحمه عندي وقعدت مثلا يومين، ايه شهد النت خلص حرام على الباقه لسه شحناها وكده، تقول لي رحمه ورحمه تقول لي ده يتهموا بعض شهد. الاثنين. يفضلوا هما الاثنين اللي عاملين مصايب طول هما الله. الاثنين ما بيفصلوش نت 24 ساعه. مفتريين الاثنين. انا عايزه فهي الطبليه دي. عايزه الطبليه؟ هنزل الاكل. هخليك تبقي تخصص ملوخيه. لا بس انت جايبه الملوخيه جميله بسم الله ما شاء الله. عجبتني وانا بقطعها وواد. ادي كبرنا كده. كبيره قوي ام ادم دي. انا مش راضيه اقول يعني. هو ناس معار ولا ايه؟ مش راضيه اقول عشان محمد اخويا يمكن يزعل ولا حاجه. والله على اساس انهم مش عارفين اسمها سناء. انا مش عارفين. انت هتفكرني يوم القاعه كاتبين محمد وإس، وكل شويه بتاع الدي جي محمد وسناء يتفضلوا العريسين. طب وانتوا كاتبين ما تكتبوا ايه؟ الناس كلها عارفه ان انا اسمي ايه. وهي بنت هو اسمها فيها ايه؟ انا رحت مره طنطا كنت معزومه على فرح، فجابوا لي الكارت بتاع الفرح وكده ايه اشوف، لقيت غير عندنا خالص. هنا بيكتبوا اول حرف من العريس أول حرف من العروس. لا عندنا بيكتبوا اسم العريس وحرف العروس. اسم العروس. العريس بيستعجب تقريبا حد يعرف اسمه بالظبط.
فاستنى بقى لقيت ايه، لقيتهم عاملين لي اول اسم العروسه واسم العريس، والعريس معاه دبلوم صنايع والعروسه معاه دبلوم صنايع. ده فيش ده. كل حاجه وصوره العروسه وصوره العريس. استغفر الله. والله. وايه المؤهل اللي طب انا عايزه اعرف ليه هو انت هتلبسي على حسب المؤثر؟ لا استغربت بجد والله استغربت. ايه ده؟ والعروسه معاها دبلوم والعريس معاه مش عارفه ايه. ايوه كلهم مقدمين طلب وشغل. اول مره اشوفها والله استغربت وقعدت اضحك. بصوا انا خلصت خلاص، هنزل بقى اعمل الملوخيه. تشيكي بسرعه، ما ينفعش بقى بس يا كبه يا كبه، ما ينفعش دعاء تيجي يا دعاء بصراحه. ما انا ما مش تخليش يعني ماما سلطه، سلطه عايزه سلطه. لا مش مهم، ما هو في ملوخيه ده في فاصوليا، وفي فاصوليا جوزة جميله انا كنت يعني. اعرف يعني مقلي كده ومخلل، بس هم اللي قالوا لي لا. لا كفايه بخلي الليمون جميل. بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بعمل الاكل. كل ده اكل. كل ده اكل. احنا محتفله بيه. شايفاكي صغننه كده قلت غزي. ده بقى حته محشي. احنا مش عاملين محشي. محشي كروب. كرومب بكره من الكرومب. طيب احنا جايين عندكم بكره تاني. تيتا ايه رايك؟ عارفه لو ما شلتليش طبق. فوق دول. يعني ده تعملوا محشي كرومب؟ لا يلا يا دعاء احنا جايين بكره. احنا جايين بكره. احنا عادي. هنمشيهم ونعمل احنا هنبات عشان ناكل تيتا. ما هات اللي فوق الفرن ده. عايزه فراخ. طب وهم ما ياكلوش؟ يلا بقى خلصي الملوخيه بقى. ماشي. ما هي توطيت عليها مش هتلاقي لها حاجه. انا هسيبها بقى تعيش حياتها براحتها وشويه كده اطلع بس. ماشي ننزل بقى الاكل. ماشي. القاكم تحت. هنا بقى بعد ما نزلت وعملت الملوخية، بس طبعا ما صورتهاش علشان احنا لسه عاملينها من كام يوم. هتقولوا لي انتي بتزهقيش من الملوخية؟ اقول لكم لا والله مش بزهق منها. الملوخية دي، الملوخية الخضراء بالذات عندي حاجة كده ايه، العشق كله. يعني انا ممكن اكلها كل يوم ما ازهقش منها، بس انا طبعا يعني عاملاها مش عشاني. قلت ماما بتحبها وان هي سهلة على الولاد الصغيرين والكلام ده كله لو مش عايزين ياكلوا حاجة اللي هي بصلصة يعني. فاهم؟ مش هقول فاهمين قصدي، انا رجعت في كلامي. بتعملي ايه يا ديدا؟ بص عايزه بتنط، عايزه تشوف اللي فوق الرخام. البت دليدا دي بصوا الحته الشمال كده حته صغننه كده ولمضه ولسانها يعني متبري منها، مش عايزه اقول لكم بس بعشقها. هغرف بقى باقي الرز. انا غرفت الفراخ زي ما انتم شايفين، حطيتها في اطباق التقديم، وفاضل بس الفاصوليا. وكمان ايه تاني قولوا معايا، الملوخيه كنت غرفتها خلاص كده. سفرة خفيفة ولذيذة وسهلة وسريعة وكل حاجة حلوة. وطبعا يعني في اللمة الحلوة دي عايزة اقول لكم بتبقى اطعم اكلة ممكن تاكليها في حياتك. فيا رب يديمهم نعمة في حياتي ويخليكي ليا يا ماما يا رب. واسيبكم في رعاية الله وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم.